فاموس مدريد، فاموس. هلا مدريد، هلا مدريد، هلا مدريد. اولا برا فور دا توداي باربا فور. اليوم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة. أنا عن نفسي أشوف أن ريال مدريد دائما متفوق في هذه المباريات، وريال مدريد دائما معتاد على هذه المباريات عشان ما يجي الضغط، عشان ما يجي السكر، عشان ما يتعب إنه يطفي الشاشة اليوم ويتعشى بدري ويرقد بدري، لأن المباراة واضحة من عنوانها ومنتهية ومخلصة. ريال مدريد راح ينتصر على برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف. مباراة الهلال والتعاون كلموني ناس كثير، يا ماجد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تقول لي الهلال. نبغى التوقعات يا ابن الحلال، اصبر. عندنا مدريد وبرشلونة، يعني كلاسيكو مدريد وبرشلونة، وفي الهلال والتعاون. ايش بتتابع؟ اكيد اني بتابع الهلال والتعاون انا. لا اعتقد ان الهلال راح يتعادل مع التعاون. اتوقع ان التعاون راح يوقف الهلال ب2-2. عارفين الهلال قوي وعارفين الكلام هذا، عارف كل حاجة، بس انا توقعاتي كذا. اتوقع ان الهلال راح يتعادل مع التعاون بهدفين مقابل هدفين، وريال مدريد راح ينتصر على برشلونة. اسف على الاطالة، ريال مدريد راح ينتصر على برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف. لك الأحقية انك ترجع تتأكد من توقعاتي بعد المباراة. مبروك لكل مدريدي عاشق، هارد لك لكل برشلوني، هارد لك لكل هلالي، هارد لك لكل تعاوني. اليوم يوم كروي. كرة إلى معكم يمررها إلى كانسيلو، العرضية، الكرة في الشباك، هدف في المباراة بهدف تعادل، والكرة بالراس، والكرة في الشباك، هدف تعادل. التعاون بعد العودة، القرار بالتسلل وركلة حرة غير مباشرة، ردت، والكرة الثابتة والركلة الركنية للهلال مرسلة إلى منطقة الجزاء، وبعدت، وصلت لسافيتش، والثاني للهلال. الهلال يسجل ثاني أهداف. الاتحاد الذي لا يتخلى عن أي فوز. جمهور مدريد ورطت مدريد اليوم، وورطت التعاون. ايش تبي؟ كيف وش ابي؟ الناس كلموني يبغون توقعات. ما في احد كلمك يا ابن الناس والله. كيف ما تكلمني؟ اوريك المكالمات الحين. ايه اوريك شوي، اذا فضينا اوريتك اياها ان شاء الله. اليوم احنا فزنا، غيرنا مش تعادل. اليوم احنا فزنا ترانا. انا الله غيرنا تعادل. 1 نوفمبر ان شاء الله يا ابو مسعود. ما شاء الله تبارك الله، فوز 54 للهلال. والله هذا حرام تقول كتيبة خسوس، هذه مو بكتيبة، هذا اسمه جيش. والله هذه كتيبة هولاكو. هولاكو قائد المغول اللي سيطر على العالم جغرافيا وتوسع، هذا خسوس. انا خاف انه لو استمر السطوة هذه فيه تاخذ العزة في الاثم ويبدو يسطو على الدول الخليجية اللي حولنا ويسيطر على الدول العربية. والله انتبهوا له، ذا امسكوه، لا يطلع من اسوار النادي، لان هذا خطير. هذا مو فريق عادي ما شاء الله، هذول جيش مغول قويين، مرة قويين. واللعيبة سبحان الله من يجون يصير عندهم ولاء مو طبيعي. أنا ما أدري هل هذا أثناء العقد يأخذون أوبر ولاء للهلال، ولا يتنومون تنويم مغناطيسي. كانسيلو 1.5 شهر، كل هذه الجرينتا منين جايبها؟ يحسسك إنه والد في عريجة، والله يحسسك إنه فيصل أبو 2 ترعرع في النادي، يلعب في أسوار النادي من يومه صغير، كان يجي مع أبوه يحضر. لا يا حمي أنت كنت في السيتي. إيش فيك؟ فريق مو بعادي ما شاء الله تبارك الله، فريق مو بعادي ما شاء الله تبارك الله. يجي واحد تافه يقول والله التحكيم على الطمك لين الدوخ، على الطمك لين الدوخ. هذا عذر خلى الهلال يوصل 70 بطولة وانت توك ما عندك الا فتافيت بطولات. تدري ليه؟ لانك دائما تقول التحكيم. انت الخلود والخدود ما قدرت تفوز عليه، هذا قاعد يفوز على التعاون، يفوز على الخدود، يفوز على خلود، يفوز على العروبة، قاعد يفوز على كل الفرق ويلعب معها كأنه مباراة نهائية. طبيعي ياخذ دوري، طبيعي ياخذ كاس ملك، طبيعي ياخذ روحك بعد. طبيعي. الهلال خطير ما شاء الله تبارك الله. انتبهوا لعيالكم، لا يطلعون الشارع. لاني انا ما اضمن لكم خسوس ممكن ينثر هذا الجيش، يسوون مشاكل في البلد. ما ودنا سالفة الغزو حقت الكويت تتكرر، ارجوكم.